ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قصص جديده من قصص المتابعين. انا دايما كل فيديو من الفيديوهات بقول لكم قصص المتابعين معرفش اذا كانت حقيقيه ولا مش حقيقيه، لكن القصص اللي اتبعتت لي النهارده انا متاكد انها مش حقيقيه، لكن الصراحه كمية الرعب اللي في القصص دي مش ممكن. ناس كتير بتطلب مني احنا عايزين حاجة مرعبة، عايزين قصص مرعبة، فالقصتين اللي انا جايبهم النهاردة دول هم فعلا قصص مرعبة. يعني انا الصراحة بحكي القصص دي وانا خايف، معرفش بقى انتوا لما هتسمعوها هتعجبكم ولا مش هتعجبكم، الله اعلم بقى هتدعولي ولا تدعوا عليا، لكن الصراحة كمية الرعب اللي في القصص دي مش قليل. المهم قبل ما احكي القصتين دول بطلب منكم الطلب المعتاد كل مرة، ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة للناس اللي مش مشتركة فيها، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وقبل ما ابدأ يا ريت كده لو عندكم شوية شيبسي او شوية مكسرات او اي حبة سناكس كده اقعدوا مزمزوا فيهم، اللي نفسه يجيب حاجة ساقعة، اللي نفسه يجيب نسكافيه او كابتشينو او اي حاجة او قهوة، الناس اللي عايزة تسمع كده بمزاج تجهز الحاجات دي جنبها عشان كده تسمعوا القصص دي بمزاج وانتوا بتمزمزوا. فيلا جهزوا عدة المزاج بتاعتكم عشان هنبتدي نحكي دلوقتي. القصة الأولى صاحبتها بتقول: طبعا الأطفال نور عينينا وحتة من قلبنا، واللي ربنا ما رزقهاش بنعمة الأمومة ده بيبقى صعب قوي. أنا نسمة، عمري 30 سنة، متجوزة من 10 سنين، والحمد لله حياتي كويسة، بس مش معايا أطفال. بعد سنة من الجواز دايما أهل جوزي يسألوني: هو مفيش حاجة في السكة؟ مفيش حاجة في الطريق؟ والصراحة السؤال ده كان بيقتلني من جوه، لأني كنت مستعجلة على الخلفة أكتر منهم. وبعد محايلة على جوزي إن أتبنى طفل وربيه أخيرا وافق، وبالفعل رحنا دار أيتام، لكن لقينا الأطفال هناك أصغر طفل فيهم سنه 4 سنين، وأنا كنت عايزة طفل لسه ما كملش السنة الأولى. دورت كتير لحد ما لقيت مكان بيدي أطفال لسه صغيرين، يمكن أعمارهم شهر أو أقل. بصراحة ما سألتهمش هم بيجيبوا الأطفال دي منين، فقلت لجوزي أنا هسافر واروح لمكان بعيد وهقول إني حامل، وبعد 7 شهور أروح أتبنى طفل وأقول إن الطفل ده يبقى ابني واكتبه باسمي واسمك. بصراحة هو ما كانش عايز يزعلني، وفعلا عملت كده ورحت المكان ده. كانوا زي ما تقولوا كده بيبيعوا الأطفال اللي عمرهم كام يوم. طلبوا مني 50,000 جنيه ووافقت وخدته ورجعت بيه على شقتي، والعيلة كلها فرحت بيا واترحمت أخيرا من الأسئلة الرخمة اللي كانوا بيسألوها لي. المهم بعد 6 شهور لاحظت ان ابن عمر مش طبيعي، كأنه بيشوف حد غيري وبيلعب معاه، فقلت عادي الأطفال بتشوف الملايكة زي ما بيقولوا، وبعدها اتعودت على كده. أول عيد يجي علينا كان لازم أروح أصلي في الجامع، وأخدت عمر معايا زي أي واحدة بتاخد ابنها معاها للجامع. صحيت على الفجر وخدته ونزلت، وأول ما حطيت رجلي في الجامع لقيت عمر بيصرخ ويعيط. أطلع بيه بره الجامع تاني ألاقيه يسكت، أدخل الجامع ألاقيه يرجع يصرخ ويعيط ويشد في حجابي وكأنه كان عايزني أمشي. الصراحة أنا مش هنفع أدخل بيه أي مكان للعبادة وهو منهار بالشكل ده. وأول ما روحت البيت حكيت لجوزي، فقال لي يمكن متضايق علشان الصوت العالي والميكروفونات والناس، فهو خاف عشان مش بيشوف حد غيرنا كتير. وبالفعل سمعت كلامه وابتديت أخده وانزل بيه على النادي عشان يبقى فيه اختلاط مع الناس. وجه العيد اللي بعده وعمر تقريبا ما كانش لسه كمل السنة، فقلت أخده واروح الجامع عشان أصلي صلاة العيد. وبالفعل لبست هدومي ونزلت وخدت تاكس، ولسه شايله عمر على كتفي ولسه بنزل بيه من التاكس لقيته قرب بقه جنب ودني وقال لي: لو فكرت تدخلي الجامع هقتلك. الصراحة أنا من شدة الصدمة أغمى عليا، والناس اتلموا عليا في الشارع وفوقوني، وخدت عمر وروحت بسرعة وأنا خايفة جدا منه. إزاي طفل لسه ما كملش سنة يتكلم بالصوت ده، وإزاي يتكلم أصلا؟ صحيت جوزي وقلت له، بس ما صدقنيش. قلت له طب جرب تاخده معاك كده لصلاة الجمعة وشوف. وفعلا أخده، ومسافة ما نزل مسافة ما جه، وقال لي إنه كلمه وقال له إني هقتلك.
قلت له شفت واتأكدت من كلامي، انا لازم دلوقتي اروح اسأل الدار اللي انا خدته منها الطفل ده يبقى ابن مين، لازم اعرف الطفل اللي اداهوني ده جابوه من مين وابوه مين وامه مين، استحالة ان الطفل ده يكون طبيعي. وفعلا رحت للمكان اللي انا خدته منه الطفل، لكن لقيته مهجور ومقفول، وكلمت بواب من البوابين اللي في الشارع وقال لي ان المكان ده اتحرق، وتقريبا كل الناس اللي كانوا فيه ماتوا في الحريق، ومفيش غير صاحبة المكان هي الوحيدة اللي لسه عايشة، بس بيقولوا انها مش طبيعية ومحجوزة في مستشفى للأمراض العقلية. فضلت ادور على المستشفى لحد ما عرفت انها في اسكندرية، وسافرنا طبعا، وبعد محاولات كتير من إدارة المستشفى عشان نقابلها وفضلوا يسألونا انتوا مين وتقربوا لها ايه، اخيرا وافقوا اننا نقابلها. ولما شفتها سألتها عن الولد ووريتها الورق اللي كان معايا، لقيت وشها اتغير وملامحها كلها فزع وخوف، وقالت لي الولد ده ابن الشيطان. قلت لها يعني ايه الكلام ده؟ قالت لي امه كانت متجوزة من الشيطان وخلفت الولد ده وماتت في نفس يوم ولادته، ويوم ما انتوا خدتوه لقينا المكان اتهز فجأة، وبعدين سمعنا صوت صرخة مرعبة، والغاز اتسرب في المكان والنار مسكت في المكان كله، وانا الوحيدة اللي قدرت اهرب ومعرفش اللي حصل ده حصل ازاي. فبتقول صاحبة القصة انا سمعت منها الكلام ده وبقيت خايفة وانا ماشية من عندها، انا حتى الولد بقيت خايفة اشيله او حتى ابص ليه، وبعد ما روحنا البيت وقفت قدامه وقلت له انطق انت عايز مننا ايه؟ رد دلوقتي عليا وايه اللي اخدك اروح بيك الجامع. فلقيت وشه ابتدى يتغير ولونه اسود، وقال لي اوعي تفكري تعمليها. فرحت بعدت من قدامه بسرعة، قال لي هتبعديني عن الجامع هعيش في هدوء، غير كده هموتكم كلكم. ولقيته فضل يعيط وعمال يصرخ ويقول يا بابا يا بابا. فجأة لقيت الشقة كلها اتهزت كأن في زلزال، والصور بقت تقع من على الحيطان، ولقيت الكراسي عمالة تتهز والنور عمال يطفي ويولع، وفجأة لقيت دخان ملى المكان كله، ومن وسط الدخان ده ظهر كائن اسود. كانت عينيه طويلة ومستطيلة، كانت مشقوقة بالطول، كانت عاملة زي عينين القطط، وكان لونها زي لون الدم، واسنانه كانت سودة. وقال لنا احذروا انتوا اللي اخترتوه، فقوموا بتربيته وابعدوه عن دينكم وعن المساجد، وإلا هتصيبكم اللعنة. جوزي ما سمعش الكلام وجري على الموبايل وشغل عليه قرآن، وفجأة لقيت النار مسكت في المكان كله، وشفت الكائن ده وهو قرب مني بسرعة وراح مسكني من كتفي. وبعد كده لقيت الشقة اللي انا فيها اختفت، المكان اتبدل من حواليا، ولقيت نفسي جوه حمام كبير كان باين انه حمام بتاع مستشفى، لان شفت جواه سرير متحرك، وشفت واحدة نايمة على السرير ده، وفجأة لقيتها لفت وشها لينا ووشها كله كان غرقان دم، وقالت لنا انتم اخترتوه لازم تربوه، انا شبح وهو بشر. فجأة لقيت الولد جسمه كبر وبقى جسم طفل عنده 3 سنين، وكان ماسك في ايده ورقة حدفها على عمرو جوزي، وظهر جنبه سلسلة كبيرة، وقال لجوزي اقرأ الورقة دي. فلقيت عمرو بيقول له استحالة استغفر الله، هو يقول كده والطفل يضربه بالسلسلة. قلت لعمرو هو عايز ايه في الورقة دي؟ قال لي ده مكتوب فيها كلام كله كفر وعبادة للشيطان. وهنا لقيت ام الطفل اللي كانت قاعدة على السرير قامت من مكانها، وكانت ماسكة في ايديها كوباية وجواها حاجة، وجت عندي وقالت لي اسمعي الكلام واقري اللي في الورقة عشان نتأكد انكم مش هتدخلوا بيه جامع او تفتحوا القرآن. طبعا ما وافقتش على كلامها، راحت كبه الكوباية اللي في ايديها على رجلي وكان فيها مية نار، رجلي اتحرقت وصرخت جامد، وفضلت اقرا آية الكرسي، وعمرو جوزي هو كمان بقى يقولها معايا لحد ما كل حاجة اختفت من حوالينا، ولقيت نفسي في شقتي والطفل معانا وكان شكله طبيعي جدا. وفضلت اعيط واتصلت بشيخ وجي على طول، ولما جه الشيخ عندنا حكينا له كل اللي حصل، ودخل الأوضة على الطفل وكان الطفل نايم، وبدأ الشيخ يقرأ قرآن قدام الطفل. وفجأة لقينا الطفل اللي كان نايم كأن حد شاله ووقف متسمر على السرير، وقرب بسرعة على الشيخ ومسكه من رقبته وقال له هقتلك اسكت. والشيخ فضل يقرأ قرآن والولد ماسكه من رقبته جامد وعمال يقول له اسكت. وفجأة الولد لقيناه بيصرخ جامد وعمال ينده ويقول بابا يا بابا. وفجأة لقينا الكائن المرعب الاسود ده ظهر من العدم ومسك الشيخ جامد من رقبته وحط ايده في بقه وطلع حاجة، طلع لسان الشيخ.
وحدف الشيخ على الحيطة وجرينا عليه وهو غرقان في دمه، ولقينا الشيخ مسك المصحف وفتحه، وعند صفحة معينة في المصحف شاور لعمرو جوزي عشان يقرأ اللي فيها. وأول ما عمرو ابتدى يقرأ الكائن ده بقى يصرخ ويتخبط في الحيطة، لكن عمرو ما وقفش قراية وفضل يقرأ ويقرأ لحد ما الكائن ده اتحرق هو والطفل اللي معاه، وفي الآخر اتحولوا لرماد. وخدنا الشيخ على المستشفى والحمد لله لحقناه، وسامحنا يا رب لاننا ملناش ذنب في اللي حصل ده. ومن يومها وانا ابتديت اخاف اقعد في الشقه لوحدي، لاني بسمع صوت عياطه وهو بينده عليا وبيقول لي راجع لك وهنتقم منك. بس دي كانت نهايه القصه الاولى اللي اتبعتت لي. يلا بينا ندخل على القصه التانيه. القصة التانية بيقول صاحبها: أنا وأمي كنا عند الدكتور، كان دكتور أنف وأذن وحنجرة. كانت أمي تعبانة وكان عندها مشاكل في السمع بدأ عندها يبقى ضعيف شوية، والدكتور قال لي إنها محتاجة سماعة طبية للأذن. ولما سألته على سعر السماعة قال لي ب500 جنيه، وده رقم كان كبير جدا بالنسبة لي، تقريبا كان نص المرتب. أنا اسمي يوسف، عندي 32 سنة، عايش مع أمي ومش متجوز وما عنديش أي إخوات، وهي ملهاش غيري وانا ماليش غيرها. وبعد ما رجعنا من عند الدكتور امي قالت لي: هتجيب فلوس السماعه والدواء منين؟ قلت لها: مالكيش دعوه انت، كلها يومين ان شاء الله وهتكون كل حاجه عندك، ممكن بس ترتاح انت دلوقتي. هي طبعا كانت بتسالني وهي حاسه ان مش هقدر اجيب فلوس الحاجه. المهم سبتها ترتاح وعملت الاكل وكلنا ونزلت انا رحت الشغل. انا شغال فرد امن والورديه بتاعتي كانت بالليل، كنا بالظبط على الفجر كده، وكان في فرد امن تاني اسمه صابر، بس هو كان شغال فرد امن للمشرحه اللي جنب الشغل بتاعي. فلقيت صابر بيقول لي: ايه يا صاحبي شايل طاجن ستك ليه؟ انت زرعتها مانجا طرحت لفت؟ قلت له: ابدا مفيش، عندي شويه مشاكل كده. فقال لي: ايه هو انت عايز تتجوز ولا ايه؟ قلت له: اتجوز ايه يا عم، هو انا لاقي اكل اصلا؟ قال لي: طب في ايه مالك بس قول لي. قلت له: انا النهارده خدت امي ووديتها للدكتور عشان سماعها كان ضعيف، وقال لي انها محتاجه ادويه ب200 جنيه وسماعه اذن لوحدها عامله 500 جنيه، وانا الصراحه مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. فلقيته بيقول لي: ولا يهمك يا صاحبي، ان شاء الله هتتحل. ولقيته خرج 200 جنيه من جيبه وادهم لي وقال لي: خد دول انا مش عايزهم وهات بيهم دواء للحاجه. فقلت له: لا يا صابر، انا بحكي لك بس عشان انت صاحبي، مش عايز منك حاجه، انت ضربك القطر زي حالاتي. قال لي: يا عم ما تقولش كده، امك زي امي بالظبط، خد بس دول مني وهات لها الدواء وان شاء الله موضوع السماعه ده هيتحل باذن الله. فبيقول صاحب القصه: الصراحه انا من الفرحه ما كنتش عارف اعمل ايه. صحيح ربنا ما فيش اي حد محتاج يدعي له ويرفض له طلب ابدا. المهم خلصت الورديه بتاعتي وخلاص كنت مروح، وقبل ما اروح على طول لقيت صابر جاي عليا وبيضحك وقال لي: ابسط يا عم، مشكلتك اتحلت خلاص. قلت له: ايه في ايه؟ قال لي: هات ايدك بس، خد امسك، يا رب بس تكون على مقاس الحاجه. واتصدمت لما لقيته اداني السماعه بتاعت الاذن اللي انا كنت بدور عليها. قلت له: ايه ده، انت جبتها منين دي؟ قال لي: خلاص بقى ما تسالش، مش مشكله، انت روح بس للحاجه هات لها الدواء واديها السماعه دي وخليها كده تدعي لنا دعوتين حلوين، خلي بالك السماعه دي الماني. قلت له: تسلم يا برنس، انا عارف طبعا انه بيشتغلني وان السماعه لا الماني ولا حاجه ومكتوب عليها صنع في الصين، لكن استحاله طبعا انا هقول له كده. المهم روحت البيت وانا طاير من الفرحه، فعلا ربك مش بيبيت حد محتاج ابدا. رحت صحيت امي واديتها الدواء وكانت السماعه على مقاسها بالظبط، كانت فرحانه بيها قوي، وانا الحمد لله نمت وانا مرتاح. صحيت لقيت جسمي كله متخشب، ولقيت نفسي مش قادر انطق بأي كلمة، كأني اتخرست. ولقيت أمي وشها في وشي وشعرها منكوش ونظراتها مرعبة. قلت لها: في ايه يا أمي؟ قربت مني وهمست: السمع هيخليها تموت، السمع بيموت. قلت: هي مين اللي هتموت؟ لقيتها بتقول لي: السمع بيموت. وبدأت تخلع أسنانها كلها بإيديها، أسنانها كلها رمتها على السرير، والسرير بقى غرقان دم. حسيت اني اتشليت ومش عارف اتحرك، وفجأة لقيت نفسي قدرت اقوم من على السرير ونزلت من البيت بسرعة، مش عارف اعمل ايه، خايف جدا منها وخايف ارجع البيت. بس في الاخر رجعت البيت، والبيت كان هادي جدا، تقريبا كانت نايمة. فتحت باب الأوضة بتاعتها بالراحة ولقيتها واقفة قدام المراية، كانت مغمضة عينيها كأنها كانت بتسمع حاجة. المشكلة بعد كده بعد ما فتحت عينيها كان مكان عينيها فاضي، كان فراغ. فضلت واقف متخشب مكاني من الخوف، وكنت خايف اطلع اي صوت عشان ما تسمعنيش، خايف صوتي يخرج مني. قفلت الباب بالراحة قوي ولسه بلف ورايا لقيتها في وشي.
قالت لي ايه يا حبيبي انت عايز حاجة؟ قلت لها ماما انت ازاي هنا؟ قالت لي يعني ايه؟ قلت لها هو انت مش كنت جوه؟ فقالت لي جوه فين يا ابني؟ انت ايه اللي اساسا مصحيك لحد دلوقتي؟ هو انت مش عندك شغل بالليل؟ ادخل نام انت دلوقتي. فقلت لها طب كنت عايزه ايه امبارح مني لما صحيتيني بالليل؟ قالت لي يا ابني انا حطيت دماغي على المخده وما قمتش. هو انت اتهبلت ولا صاحبك بتاع المشرحه ده هبلك؟ فقلت لها لا لا لا, لا خلاص مفيش حاجه. صحيح بالحق قولي لي اخبار السماعه ايه؟ قالت لي السماعه كويسه بس لما بلبسها بتوجعني قوي. قلت لها بتوجعك ازاي يعني؟ قالت لي اول ما بلبسها بسمع صوت زن كده بيكون واطي في الاول، لكن بعد كده الصوت ده بيعلى بالتدريج لحد ما بيبقى مؤلم لدرجه ان من الوجع نمت. قلت لها طب انت لابساها دلوقتي؟ قالت لي لا انا قلعتها اول ما صحيت. قلت لها ماشي انا هدخل انام دلوقتي، وسبتها وانا مرعوب منها بطريقه صعبه ودخلت الاوضه. واول ما دخلت الاوضه لقيت كارثه على السرير، كميه ودان مقطوعه كتير جدا. حسيت ان هفقد الوعي من المنظر البشع ده، وكل ودن من الودان المقطوعه دي متركب فيها سماعه بالظبط نفس السماعه اللي لابساها امي. عارف لما الدنيا تغيم مرة واحدة والشمس تختفي في لحظة؟ لقيت الدنيا حواليا اتحولت لظلام، ولقيت راجل عجوز كان شكله غريب أول مرة أشوفه في حياتي. فتح باب الأوضة وكان باين عليه إنه بيتألم، وفضل يصرخ يصرخ وهو ماسك دماغه، ولقيته بيكسر أسنانه كلها بإيديه. وشفت خيال أسود اتكون في زاوية من زوايا الأوضة، والراجل صرخاته زادت أكتر وأكتر، والخيال الأسود حجمه عمال يزيد أكتر وأكتر لحد ما الراجل ابتدى يقطع ودانه والمشهد اختفى. حسيت بهلع وجسمي كله عمال يترعش، ورغم كل الرعب اللي انا شفته ده نمت. اول ما صحيت لبست هدومي بسرعه، حتى ما شفتش امي، نزلت من البيت على طول. وطول اليوم عمال اتصل بصابر صاحبي مش عايز يرد، ده ولا حتى عدى عليا. فاستأذنت من الشغل ساعه ان اروح اشوفه، ورحت الشغل بتاع صابر في المشرحه لكن ما لقيتهوش. قالوا لي ما جاش النهارده. قلت اروح له البيت اشوفه، واول ما رحت له البيت لقيت فيه عزا شغال، ولما سألت عليه عرفت انه مات. طلعت السلالم وانا مش مصدق ان صابر مات، ولما طلعت شفت واحدة شكلها مراته، فسألتني انت مين؟ قلت لها انا يوسف صاحب صابر. لقيتها بصت لي حتة بصة وكان على وشها علامات الغضب، وطلعت جواب من جيبها واديتهولي وطردتني من البيت. فتحت الجواب عشان اقراه، ولقيت مكتوب فيه انا اكيد ميت يا يوسف بما انك بتقرا الجواب ده من وقت ما اديتك السماعه وانا مش عارف ايه اللي حصل لي. السماعه دي كانت بتاعه الدجال، والدجال ده كانت جثته عندنا في المشرحه، وكانوا بيقولوا ان الدجال ده مات بسكته قلبيه. وانا لما جيت اخد السماعه من ودانه ما كنتش عارف ان السماعه لازقه في ودانه بالشكل ده، لدرجه ان انا قطعت ودنه عشان اخد السماعه. ومن ساعتها يا صاحبي وانا بشوف الدجال ده عندي في الأوضة وبيقول لي هتموت هتموت. وبقيت الاقي ودان كتير متقطعة على السرير، وبقيت اجري من الأوضة وبسمع كلمة واحدة، السمع بيموت. وكنت بشوف امك عندي في الأوضة يا يوسف وبتقول لي انها هتموت، الحق امك يا يوسف. فبيقول صاحب القصة اول ما قريت الكلام ده في الجواب جريت بسرعة على البيت، وعلى طول دخلت الأوضة بتاعت أمي ولقيتها نايمة، ولقيت السماعة محطوطة جنبها على الكومودينو، وخدت السماعة ولبستها. أول ما لبستها بدأت أتألم قوي من صوت الزن، وهنا لقيت المشهد ابتدى يتغير حواليا. شفت نفس الراجل العجوز اللي أنا شفته قبل كده واقف قدام واحدة عجوزة، كانوا ماسكين في إيديهم ورق وعمالين يقطعوا فيه ويحطوه في بقهم، وجابوا سماعتين، والست لبست سماعة ومسكت كتاب اسود وقلبت الكتاب على صدرها، وبدأ الخيال الاسود يتكون، والراجل بدأ يخنق فيها يخنق والست عمالة تقاوم. وهنا لقيت الخيال الاسود ابتدى يدخل في ودنها، والراجل عمال يخنق في الست اكتر ويقول السمع بيموت. ولقيته جاب سكينة وقطع ودنها وخد السماعة، والمشهد اتكرر اكتر من مرة، والكل بيتقطع ودانه ويتاخد السماعة منه. وبعد كده لقيت المشهد رجع طبيعي تاني حواليا زي الاول، لكن اتصدمت لما لقيت امي واقفة في وشي وعينيها كانت فاضية ومجوفة. مكان عينيها كان فاضي لقيتها همست في ودني وقالت لي السمع بيموت، وانت سمعت وشفت كتير وهتموت بس بعد وقت كتير. ولقيتها ابتدت تقطع ودانها، وشفت نفس الخيال الاسود بدأ يظهر. امي بتموت قدامي وانا مش قادر اتحرك، كنت جبان قوي.
واتصلت بالإسعاف وجم أخدوها وبالفعل لقوها ميتة، وكان سبب الوفاة السكتة القلبية، والموضوع خلص خلاص. وبعد 25 سنة من وفاة أمي وأنا قاعد في البيت لوحدي سمعت صوت خربشة في الأوضة، رحت فتحت الأوضة ما لقيتش حاجة، رجعت مكاني تاني سمعت نفس صوت الخبط والخربشة، وأنا راجع الأوضة تاني عشان أشوف فيه إيه لقيت حاجة مرمية قدام الأوضة، ببص لقيتها سماعة طبية. وطيت عشان اخد السماعة من على الارض، وانا لسه بقوم وبلف جسمي لقيت امي في وشي، ولقيتها بتقولي ميعادك جه وانت شفت وسمعت والسمع بيموت. طبعا لو القصة دي حقيقية يعني المفروض ان صاحبها مات، يعني هو حكاها ازاي وهو ميت الله اعلم. لكن انا زي ما قلت لكم في الاول كده ان القصص دي قصص خيالية، بس الصراحة فيها كمية رعب جميلة جدا. فلو انتوا حابين النوع ده من القصص اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتشتركوا في القناة للناس اللي لسه مش مشتركة، وهتلاقوني سايب لكم لينك صفحة الفيس تحت في وصف الفيديو. لو حد عنده اي استفسار او حد عنده قصة مرعبة او قصة غامضة وحابب يحكيها لي يبعت لي على رسائل صفحة الفيس. وبس كده حلقتنا النهاردة خلصت، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، واقول لكم مع السلامة.